إجلال زكي تزوجت 3 مرات وأنجبت بنت وحيدة، ومتى اعتزلت الفن وآخر ظهور لها. ولدت إجلال زكي عام 1951. كان والدها يعمل طيارا. حصلت إجلال زكي على ليسانس الآداب عام 1973. بدأت مسيرتها الفنية في برنامج ماما سميحة للأطفال، ثم عملت فترة كمذيعة. أما في مجال السينما والتلفزيون والمسرح فأشهر أعمالها على الإطلاق مسرحية سك على بناتك عام 1980 مع فؤاد المهندس في دور نادية، ولها دور جميل في مسلسل عائلة الأستاذ شلش عام 1990 مع صلاح ذو الفقار وليلى طاهر. قدمت إجلال زكي حوالي 60 عمل فني، آخرهم مسلسل حضرة الضابط أخي عام 2009. ومن وقتها لم تقدم أي عمل فني ولم تعلن اعتزالها. أما عن حياتها الشخصية فالفنانة إجلال زكي تزوجت 3 مرات. زيجتها الأولى كانت من الفنان محمد خيري لعدة سنوات، وبعدها تزوجت من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين. أما ثالث زيجتها من الكاتب نادر أبو الفتوح، وقد أنجبت من زوجها الثالث بنت هي شيرين. يبلغ عمر إجلال زكي حاليا 73 عاما.